كله تمام الحمد لله، وبشكرك على الكلام الجميل. ربنا يخليك يا حاج عامر. يعني ده دور حضرتك الحقيقه، ولازم نشيد بيه ودايما حاج عامر ان شاء الله يعني قادر ان شاء الله على يعني اعداد جداول مناسبه للجدول المسابقه للدوري. واعتقد ان عند حضرتك مشاكل كثيره جدا خاصه بالارتباطات الدوليه لمنتخب مصر والمنتخب الاولمبي والانديه طبعا الاهلي والزمالك في الكونفدراليه، وكمان اعداد جدول جديد للمسابقه. الو. ايوه كابتن اسامه. مع حضرتك حاج عامر. كنت بقول لحضرتك ان عندك مشاكل كتير. الفتره طبعا ديت هتبقى صعبه الفتره الاولى، لان احنا بادئين طبعا متاخر. يمكن هنبدا 21 اكتوبر ان شاء الله. يعني حددنا الميعاد وبلغت لجنه الانديه النهارده، والحقيقه كانوا متجاوبين بشكل كبير. هو خلاص الدوري 21 اكتوبر حاج عامر، خلاص ده اخر قرار يعني 21 ان شاء الله، لان هي الانتخابات يوم 18 و19. فهنبدا 21 ان شاء الله. هندي طبعا للامن فرصه 48 ساعه مشان بعد الانتخابات. هنبدا يوم 21 ان شاء الله. ان شاء الله. هل لو في اعاده للانتخابات هيتوقف الدوري مره ثانيه، ولا هنبتدي ونشوف بعد كده الدنيا تمشي ازاي؟ دايما هنسيب برضه في الاعاده بتاعت المرحله الاولى بتبقى يوم 27 و28. فاحنا ان شاء الله نحاول نلعب 21 و22 وبعدين 24 25. وبعد كده ندي فرصه برضه ونكمل بعديها. بس في قرارات طبعا اتخذت مهمه، ان الفتره بتاعت المنتخب الوطني الاول هي من يوم 1 ليوم 19 اللي فيها تصفيات كاس العالم 1 ل 19 اكتوبر 11 ان شاء الله نوفمبر، لان فيها المباراتين بتوع سواء سيراليون او تشاد اللي هيكون سيوم هيلاعبنا لمنتخب مصر. فالفتره دي هنلعب للانديه اللي ما عندهاش لعيبه في المنتخب، لان طبعا انا لاحظت في الفتره المعسكر الاخير والمباراه الاخيره للمنتخب ان كل اللعيبه من ناديين، والزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك. وبالتالي ممكن الانديه الثانيه اللي ما فيهاش لاعبين مشاركين مع المنتخب يلعبوا اللعيبه. نلعب 3 مباريات بعدين نوقف مده شهر ولا حاجه. طبعا الانديه الثانيه تلعب كلها رجليها في الملعب بالنسبه للانديه الثانيه. تمام. وطبعا بعد كده المنتخب الاولمبي برضه تم الاتفاق على ان النادي اللي عنده سواء هنلعب الكاس من غير لعيبه المنتخب الاولمبي لو في كاس في الفتره ديت، ولو دوري اللي عنده اكثر من 2 لعيبه هو بس اللي هنأجل له، الا لو هو طلب انه يلعب بدون اللعيبه بتاعته. يعني انا بتمنى طبعا وضم مسؤوليه حضرتك ان الانديه يعني يعني بقى في تعاون مع حضرتك ومع المنتخبات، لانه دورهم مهم جدا الفتره الجايه الحقيقه. طبعا لان هي في الاخر المصلحه للانديه، لان برضو ان احنا لو اجلنا كتير بيجي بعد كده بيتضغطوا وبيلعبوا على فترات قصيره. فطبعا الانديه اللي ما عندهاش لعيبه كافيه بتتضرر، بيبقى في الاخر عندها مشاكل. تمام. فاحنا الفتره الاولى دي كلنا نستحملها. هي بس المشكله في الشهرين دول اللي فيهم الارتباطات اللي هي 10 و11 يوم 12 اللي هو البطوله بتاعه المنتخب الاولمبي اللي هي تصفيات النهائي. هل في تعارض يا حاج عامر بين في المواعيد بين المنتخب الوطني والمنتخب الاولمبي في المعسكرات والمباريات؟ يعني يمكن في مشكله في دوري الابطال في الكونفدراليه مثلا، في نفس توقيت النهائي هيكون في نفس توقيت بطوله افريقيا للمنتخب الاولمبي. هل في مشاركه للاتحاد المصري في ده ان هو يخاطب الاتحاد الافريقي؟ الانتخابات طبعا المنتخب الاولمبي عنده مشكله في يوم 28 11 هيبقى فيه المباراه الاولى لنهائي البطوله بتاعه الكونفدراليه، اللي احنا نتمنى طبعا يبقى المباراه ديت هيبقى فيها المباراه النهائيه بين الاهلي والزمالك ان شاء الله، يكون الطرفين ان شاء الله الاهلي والزمالك ان شاء الله. فطبعا هيبقى عنده مشكله ان الاتحاد الافريقي حاطط الميعاد ده للنهائي، وده هيبقى بدايه البطوله التصفيات النهائيه للمنتخب الاولمبي. هيبقى عنده مشكله بالنسبه للعيبه الاهلي والزمالك. هل هيكون للاتحاد المصري يعني تدخل في ده مع الاتحاد الافريقي، ولا شايف حضرتك انها ممكن تتحل؟ الاتحاد الافريقي رافض لغايه دلوقتي ان هو يعدل الميعاد سواء دوت او دوت، يعني ان هو يتعدل الميعادين سواء النهائي او في مجموعه كبيره الحقيقه من الفريقين موجوده للاهلي والزمالك في المنتخب الاولمبي، فاعتقد هتعمل مشكله يا كابتن حسام البدري طبعا.
طبعا هتبقى مشكله كبيره طبعا، خاصه دي مباراه قويه وتصفيات نهائيه، وفي لعيبه مهمه بتتكلم على لعيبه مهمه جدا يعني في الفريقين طبعا. كهربا وصالح جمعه في الاهلي والزمالك، ويمكن رامي ربيعه واحمد حجازي لسه مش مقيدين افريقيا مع النادي الاهلي، ولكن في 2 أو 3 لاعبين من اللاعبين المهمين في الاهلي والزمالك. محمد الهاني محمد الهاني مسعد عوض. يعني في لعيبه طبعا مهمه في الناديين، فطبعا اتمنى الاتحاد الافريقي انه يتجاوب مع الاتحاد المصري، لان طبعا زي ما بقول لحضرتك دايما وبقول ان ارتباطات الاتحاد الافريقي بتبقى متعبه بالنسبه لنا وبالنسبه لدول شمال افريقيا بالكامل. اكيد. يعني ما فيش تعارض حاج عامر زي ما بنقرا كده في بعض المواقع وبعض الجرايد في مواعيد معسكرات المنتخب الاولمبي والمنتخب القومي في جدول المسابقه في الفتره اللي جايه؟ لا، التعارض هو في المشكله بس في المباراه بتاعت نهائي الكونفدراليه. شهر 10 المباراه الوديه كانت شهر 10 شهر اكتوبر. حضرتك حاج عامر يعني انا عارف ان الحقيقه يعني صعب شويه، ولكن حضرتك ما فيش رؤيه واضحه الفتره اللي جايه مثلا الموسم كله او على الاقل الدور الاول، لان حضرتك مش قادر تعمل ده طبعا بسبب الارتباطات دي. بعدين ممكن تعيد السؤال تاني؟ كنت انا الصوت بعيد يعني شويه. بقول لحضرتك يعني حضرتك ما قدرتش يبقى عندك تصور واضح الفتره اللي جايه على الاقل للدور الاول في الدوري بسبب الارتباطات دي. يعني حضرتك بتعمل مرحله يمكن 4-5 مباريات مثلا والدوري يتوقف وبعدين نشوف بعد كده. لا ان شاء الله احنا هننزل ان شاء الله لغايه الدور الاول. هنحطه بالكامل، بس اقدر اقول لحضرتك بالميعاد النهائي بعد القرعه ان شاء الله بتاعت يوم اللي هنعملها يوم 20/9 ان شاء الله نعمل القرعه. لما حضرتك عارف ان القرعه هي اللي بقدر اسكن فيها المباريات والملاعب، ببدا اشتغل بعد القرعه على طول. بيبقى بعدها بيومين 3 ببقى عارف الميعاد النهائي اللي احنا فيه الدور الاول، اللي هطلع دور، لان حضرتك عارف ان احنا عندنا بتبقى احداث كده الفتره اللي فاتت ديت طريقه، فبدل ما نحط جدول الدوري بالكامل وبعد كده كل شويه اعدل فيه، فبتحط مرحله يعني عشان نشوف المؤجلات ايه نلعبها لو قدر الامكان قبل ما ننهي قبل ما نبدا الدور الثاني. فان شاء الله بعد القرعه كده نحدد لغايه الدور الاول عشان الارتباطات بالنسبه لي واضحه حتى الدور الاول يعني. ان شاء الله. حاج عامر يعني ايه المشكله بين لجنه الانديه وبين حضرتك؟ هل في مشكله؟ يمكن بعض المواقع كاتبه النهارده انه في هجوم شويه من لجنه الانديه على حضرتك او على التصور للجدول في الفتره اللي جايه، وانه لجنه المسابقات تابعه للجنه الانديه وليست الاتحاد المصري. يعني عايز اعرف المشكله فين ورد حضرتك على ده. للجنه الانديه وبيني؟ لا مفيش مشكله خالص. المشكله كانت ان لجنه الانديه بتقول ان القرار بتاع تجهيز الثقه لازم يبقى منها هي، مش من اتحاد الكوره، من مجلس الاداره. انما بالعكس طبعا النهارده وجهوا لي الشكر لجنه الانديه على الموسم السابق، وكانوا متجاوبين في كل الاقتراحات اللي قلتها، ويمكن ما خدناش اكتر من 10 دقائق الاجتماع دوت واتفقنا على كل حاجه. يعني لجنه المسابقات تتبع لجنه الانديه بالفعل وليس الاتحاد المصري، ولا هيكون بالتنسيق ولا ايه؟ يعني عشان بس الناس تبقى عارفه الفتره اللي جايه. والله هي يعني حضرتك تحسبها ان انا تبع الاثنين يعني. تبع الاثنين. في الاخر لجنه الانديه بتبقى يعني في خلاف بينها وبين مجلس الاداره، دي توصيات او قرارات، بس في الاخر هي بتبقى زي الموسم اللي فات واللي قبل اللي فات، لان ما دام كله بيعمل المصلحه وعايز النشاط يمشي الامور مشيت، فما فيش مشكله يعني ان شاء الله. طيب حاج عامر، يعني انا بتمنى ان شاء الله انه يعني المشاكل كلها تذوب الفتره اللي جايه، وانا بضم صوت صح حضرتك ان الناس كلها او الانديه كلها يعني يبقى في تعاون كبير جدا لصالح المنتخبات، سواء المنتخب القومي او المنتخب الاولمبي، لانه الحقيقه ارتباطاتهم مهمه جدا الفتره اللي جايه، سواء المنتخب الاولمبي مع في بطوله افريقيا او المنتخب الاول في تصفيات افريقيا وتصفيات ان شاء الله كاس العالم الفتره اللي جايه. حاج عامر معلش انا يمكن الفتره الاولى بس صعبه كده، بس هم 3-4 شهور الاولين دول بس الناس تتعاون لغايه ما الامور تعدي يعني. ان شاء الله. بشكرك حاج عامر، بشكرك جدا، وتمنياتنا بالتوفيق ان شاء الله في الموسم الجديد.